كان يا مكان، نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي، يلا نحكي. مرحبا. مرحبا. كيف حالكم؟ اشتقت لكم من زمان ما شفتكوش. إيه اليوم بدنا نحكي قصة من كتاب تاني، كتاب كتير مهم. كيف كتاب ألف ليلة وليلة مهم، كمان في كتاب فيه قصص كتيرة. هناك حوالي 600 قصة. هون بهذا الكتاب اللي بدي أحكي لكم منه اسمه كليلة ودمنة. اليوم أنا بدي أحكي لكم قصة من قصص كليلة ودمنة. القصة اسمها القرد والغيلم. لسه ما أقولكم شو الغيلم. مش في سلحفاة؟ جوز السلحفاة شو اسمه؟ غيلم. فجوز السلحفاة هو سلحفاة بس اسمه غيلم. بقول لك كان زمان في مملكة بجزيرة، مملكة القرود، كلها قرود. وكان في ملك عليهن، ملك قرد كبير. وهذا القرد بلش يختير، صار ختيار. في واحد من الشباب القرود قال شو بده يضلوا علينا الملك ختيار، لازم يكون الملك شاب صغير. فعمل عليه هيك، وشاب نادي الشباب ويلا ضده مش ضده. عرف هذاك الملك القرود انه حياته بخطر، قال لك اسا اذا بمسكوني بقتلوني. فهرب، ترك مملكة القرود وهرب. ضلوا يركض يركض يركض، وصل لحفة الجزيرة. على حفة الجزيرة طلع هيك ولا لقى شجرة تين. شو شجرة محلاها، مليانة تين هيك الكوز. كيف قال اوه اسا انا بطلع بسكن على هاي الشجرة وبصير اكل تين، وفي تحتي نهر مي بشرب من المي وباكل لا اموت. خلص هيك بدي تقاعد، يعني طلع تقاعد. قعد هناك على الشجرة وصار ياكل بالتين، ياكل هيك تعرف مليان تين، ما ياكلش التين كلها، ياكل اللي بقلبها الاحمر تعرفوه، هيك ياكلها هيك ويرمي القشره. وين تيجي؟ على النهر، بس تنزل على النهر تعمل برق. كيف القرد صار ياكل برق، ياكلها بسرعه برق، صار هيك موسيقى يعني. كيف يتسلى قاعد، كل ما يرمي هيك يعمل برق. مين كان في بالنهر تحت؟ الغيلم. الغيلم اللي هو جوز السلحفاة قاعد تحت، كل ما هذاك يعمل برق يفتح تمه هذاك ياكلها برق. شو فكر هذا الغيلم اللي تحت؟ فكر قال اكيد هذا عم بيطعميني، هو مش عارف انه عم بيرمي القشره، فكر انه عم بيصاحبه يعني. فمد راسه هيك من النهر، طلع هيك قال له مرحبا. طلع القرد هيك اهلين، مين انت؟ قال له انا الغيلم. قال له شو يعني غيلم؟ قال له انا سلحفاة، ما انت شايفني سلحفاة، مرتي اسمها سلحفاة وانا اسمي غيلم. قال له اهلين، شو بتعمل هون؟ قال له انا ساكن هون على الشجرة. قال له انا ساكن بالنهر، تعال نكون اصحاب. قال له والله هاي كمان صار عندي صاحب، يعني الزلمه متقاعد وقال صار عندي صاحب. نزل هذاك عن الشجرة، قرب لعنده، صاروا هيك يتسلوا يحكوا قصص. وهذاك لما يجوع يطل له على شجرتين، وهذاك كمان كان يجيب له اشياء سمك وسلاطعين واشياء من تحت من النهر هيك يجيب له طعمه. وكيفوا يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، طولوا حوالي جمعتين ثلاثه. مين إلي مرته للغيلم بالبيت بتقول ايه وين جوزي راح؟ وين مش عم برجع على البيت؟ نسي مرته ونسي اولاده ونسي كل اشي. راحت لعند مين؟ راحت لعند الاخطبوط. الاخطبوط تعرفه لانه عنده 8 اجرين وبيعرف كل اشي. قالت له يا سيدي الاخطبوط ساعدني، انت دكتور الاسماك ودكتور البحار، قل لي شو قصة جوزي. راح الاخطبوط تك 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 تك، تعرف كيف بيمشي الاخطبوط هيك، بيشي سبح سبح. عرف قصة انه قاعد مع القرد، ورجع عند قال له اسمعي يا خيتا، هذا جوزك مصاحب لي قرد وقاعد غاد عم بيلعبوا شدي ومش عارف شو عم بيعملوا غاد على حافة النهر. قال له طب كده ارجعه. فكر بتعرف احنا بنفكر هيك صح؟ الاخطبوط كيف بيفكر؟ طلعوا هيك صار كل واحد هيك كيف
فكر قال عندي طريقة، والطريقة ذكية كتير كتير، بس أنا تعبت، بحكي لكم إياها بعدين خلاص. طيب الله كل مرة أنتوا هيك. طيب اسمع، قال لي عندي خطة، اسمعي. إسا أنا بروح لعند الغيلم جوزك وبقول له إنه مرتك مريضة والحق بدها تموت، نكذب عليه. طيب وبيجي ما لقينيش مريضة. قال لا، بس يرجع بتعملي حالك مريضة وبتقولي له الدكتور قال لي أنا بطبش إلا إذا باكل قلب قرد. قالت له حلوة الفكرة، هي خطة خطوطة، فكرة فكورة عن جد، حلوة. المهم راح خطبه التكرير سبح لقى الغيلم قاعد على الشط. قال له اسمع، الحق. قال له شو؟ قال له مرتك. قال له مالها مرتي؟ قال له مرتك تموت، عم بتنازع يعني يا بتلحق يا بتلحقش، يمكن تكون ميت. لما اسرع. قال له متاسف صاحبي، نزل بالنهر وسبح تركب السلحفاة. واو هي بطيئة على البر، بس بالبحر زي الصاروخ. وصل لعندها. ولك مالك؟ هيك نامت على التخت هي هيك. اخي الحقني يا جوزي يا حبيبي. ولك مالك؟ الحقني بدي اموت. ولك شو بدك تموتي؟ قالت له مش راح اعيش الا اذا اكلت قلب قرد. قال قلب قرد؟ مين قال لك هذا الحكي؟ الدكتور بس هيك قال لي بموت يعني هي نص ساعة يمكن اموت اسا. قال طيب اجيب لك قلب قرد. اتذكر مين؟ صاحبه القرد. قال كيف بدي اجيب القلب تبعه؟ سبح شوي هالمرة هو عم بفكر، مش زي اول مرة كان. سبح وقف تحت شجرة عم بفكر، طلع راسه وما طلعش راسه. ايش بدي اقول له؟ اجتني فكرة. يا صديقي القرد يا ابو ميمون. طلع اهلا وين رحت؟ قال له الحق اسكت يا زلمه، مرتي مريضه ومش عارف ايش، وانا كنت حابب تيجي تزورنا بالله، مرتي وعرفك على اولادي السلاحف الصغيره. قال له عن جد؟ بس انا بعرفش اسبح وبعرفش نهر. قال له ولا اشي، بحطك على ظهري وباخدك وين؟ عنا على وين احنا ساكنين. قال له عن جد؟ قال له عن جد. نط على ظهره وصار يسبح شوي مش مسرع، شوي ويفكر صاحبي هسه بدي اغرقه، بدي اخذ له قلبه ويموت. يا الله، صار ضميره يأنبه للغيلم. صاروا بنص البحر النهر، بقدرش يرجع القرد. قال يلا بقول له. قال له اسمع يا صديقي القرد. قال له مالك؟ قال له انا قصتي هيك مرتي مريضه، الدكتور قال لها لازم تاكلي قلب قرد، وانا قلت ما فيش الا غير صديقي هيك. القرد واقف على السلحفاء هيك، قلبه صار يدق بوف 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 بوف. قال لك انا هربت من هدلاك القرود احسن ما يقتلوني، هذا بده يقتلني. قعد يفكر. القرد ذكي، بتعرفوا القرد ذكي، اكيد اخلص منه. يمكن بده يقتلني مشان يرجع لعندنا. لا خطة احلى من هيك. شو قال؟ قال له ايه يا زلمه ليه ما قلت ليش واحنا على الشجره؟ قال له شو يعني قصدك؟ قال له احنا القرود لما نروح نزور اصحابنا ما بناخدش قلبنا معنا، بنخلي قلبنا على الشجره. ليش؟ احسن ما نتعلق في صاحبنا ومن لما نيجي نودعه. قال له قول لي اذا كنت بجيب لك قلبي وبعطيك اياه وخلاص. ايه؟ سمع الغيلم هيك قال لك ايه يعني هيك بموتش وضل قلبه؟ والله مليح. قال له رجعني بجيب لك قلبي، رجعني يلا بسرعه. فتل ذاك عمل هيك ورجع على بسرعه صاروخ. وصل لوين؟ لعند شجره التين. ما وصل عند شجره التين ولا القرد قفز لفوق على الشجره فوق وقعد، وذاك قاعد يستنى. يلا يا صاحب القرد، يلا جيب قلبك وتعال. قال له ولك شو انا مجنون؟ انا في حدا قلبه بكون بريته؟ كل واحد قلبه معه. انا امنت لك صاحب وصديق وإسا بدك تموتني؟ بدك يصير معي زي ما صار مع
الكلب والغزال. قال له شو قصة الكلب والغزال؟ قال له بعدين بحكي لك اياها، بعدين بحكي لكم اياها. اكتر سؤال خليك. لا. طيب يلا. هاي مرة كان في صياد قال بدي اروح على الصيد. اخذ معه الكلاب، بتعرفوا لما بروح على الصيد معه في كلاب صيد، بتعرفوهن؟ هاي كلاب هيك رفيعة طويلة حلوين. ايوه. المهم اجوا هيك، تعرف رايحين هذاك ومع واحد اللي معه بارودي واللي معه قوس نشاب واللي مع كل الناس تاعون الصيد. ماشيين هيك، ولا الصياد شاف ايش؟ شاف غزال. طلع هيك مسك القوس والنشاب حطه هيك، ما صابوش. كمان مرة ما صابوش. الكلب قال له جيبه. صار يركض، الغزال يركض والكلب يركض، الغزال يركض والكلب يركض. تعب الكلب، تعب على الاخر. هيك صار ينادي على الغزال يقول له ان شاء الله وقف شوي بدي ارتاح. وقف الغزال هذا، وقف هيك. الكلب تعرف الكلب كيف بصير لسانه هيك بصير يطلع بزقه. قال له مالك يا كلب، شو تعبت؟ قال له طيب انا كلب صيد وقوي تعبت، كيف انت غزال ما تعبتش؟ قال له اسمع يا كلب، انا بركض عشان انجي حالي، بس انت بتركض للصياد. انا بركض لإلي وانت بتركض للصياد. مين اشطر، اللي بركض لإله ولا اللي بركض لغيره؟ برافو عليكم. وهيك خلصت قصتي. شكرا لكم.